لكل زملكاوي كان مجهز فيديو عشان يحفل بيه على الاهلي، احب اقول لك لف الفيديو ده يا معلم وانت عارف بقى هتحطه فين. الاهلي يفوز على البنك الاهلي في الدقيقه 95 بهدف المقاتل وسام ابو علي ابننا. يا جماعه الاهلي يصعد وكده، عايز نقطه واحده والدوري يبقى رسميا في الاهلي. بيراميدز مهما تكسب خلاص يا برنس، طالما الاهلي ركب انسى انسى. امام عاشور سوبر امو، والله العظيم يا جماعه انا لو قابل زملكاوي انزل ابوسهم كده، ابوسهم بوس على امام عاشور وبن شرقي. الهدف الاول امام عاشور تسديده صاروخيه، دي بروين يا جماعه، دي بروين مصر والله، والمصحف علي الواد بشماله ايه طاق جول. وفي الاخر البنك الاهلي يتعادل بسبب، وخد بالك بسبب كوكا واشرف بن شرقي. الاثنين يا جماعه زفت النهارده، بامانه الاثنين زفت. كوكا النهارده الكره بتقف تحت رجليه، عمال يلف حوالين نفسه، مش عارف يعمل اي حاجه، الدنيا بايظه، ولكن الاهلي يبقى هو الاهلي. هي دي شخصيه الاهلي، هي دي اللعيبه اللي بتستحمل الضغوطات. ياسر ابراهيم الدوري ده دوري ياسر ابراهيم والله العظيم. الماتش اللي فات عامل انقاذ بالموسم، والنهارده صانع الكره لاسامه ابو علي. اقسم بالله ياسر ابراهيم لعيب مقاتل والله العظيم. الواد ده يصرفوا له مكافاه بامانه. انا لو من اداره النادي الاهلي اصرف له مكافاه. النادي الاهلي اول الدوري، النادي الاهلي بطل الدوري، خلاص عايز نقطه، لو تعادل الماتش الجاي خلاص كسب الدوري، انسى يا معلم. الدوري اهلاوي، الدوري في الملعب، خلاص خلصت. ال 45 جايه لنا، مش عايزين بقى كلام كتير وحرق كتير. الدوري اهلاوي. هتيجي بقى تقول لي الثلاث نقط ومش 3 نقط يا كابتن، دي لوائحك وانت اللي عاملها وماضي. انت مضيت يا كابتن ان خلاص هي دي اللائحه، خلاص ال3 نقط مش هيتخصموا، الدوري في الاهلي، خلاص الدوري في الجزيره. بيراميدز يخسر اول بطوله بسبب النادي الاهلي، لسه ناقص 2، ناقص قدام سان داونز وناقص قدام الزمالك. طبعا كلنا عارفين ان الزمالك معرف الناس ببعضيهم، كلنا عارفين، وهيخسر كده البطوله قدام بيراميدز، هيسيبها له غلابه عشان يديهم شويه فلوس ولا يديهم لاعب ولا 2. ولكن سان داونز انا متوقع ان هو ياخد البطوله. الدوري في الجزيره، الاهلي النهارده عماد النحاس. شخصيه الاهلي تكمن في ان عماد النحاس رجع شخصيه الاهلي. هو ده الاهلي اللي لما يبقى متعادل 1-1 ضاغط بكل الفرقه، بيهاجم من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت. في كميه تسرع، في كميه مسباص. تغييره امام عاشور غريبه شويه بالنسبه لي، ان نزل علي معلول مكان امام عاشور غريبه شويه، ولكن في النهايه ال3 نقط كانوا اهم حاجه بالنسبه لنا. مش عايزين اداء، مش عايزين اي حاجه، كل اللي احنا عايزينه هويه النادي الاهلي، قوة النادي الاهلي، شخصية النادي الاهلي، والفوز. مش عايزين اكتر من كده. هي فاضل مباراة ناخدها ونخلص ويبقى الدوري خلص، ونفكر بقى في كاس العالم للاندية، نفكر في التدعيمات اللي جايه، نفكر في الشغل اللي احنا عايزين نعمله بقى عشان خاطر نبقى فريق قوي. النهارده احنا عندنا دي بروين نص الملعب، امام عاشور، خلاص بقينا لعيبه العب اي حد. انا دلوقتي هات لي اي حد العبه، اي حد. بقول لك ايه، ابعت لي انتر ميامي، هات لي انتر ميامي يا برنس. بقول لك اي حد احط عليه. خلاص يا كابتن، خلاص يا كابتن، شخصيه الاهلي رجعت خلاص. هويه النادي الاهلي استعيدت مع عماد النحاس. عماد النحاس لعب على اللعيبه، لعب على الشخصيه، لعب على شخصيه النادي الاهلي، لعب على قوه النادي الاهلي. هو ده الاهلي يا جماعه، هو ده اللي احنا عايزينه. عارف لو كانت عادل النهارده عادي، انا بالنسبه لي عادي. ليه؟ لان شخصيه النادي الاهلي موجوده، قوه النادي الاهلي موجوده. مش مهم ان انا اخسر، مش مهم ان انا اتعادل، المهم ان شخصيتي تبقى موجوده، المهم ان انا اكون بحاول اقدم حاجه، مش اجيب جون واركن الاتوبيس ورا هوب يروح جايب فيها جون اخسر الدنيا كلها. خلاص ايه الهبل اللي كان بيعمله كولر ده؟ عماد النحاس، عوده عماد النحاس هي اكبر قرار صحيح اتعمل في اداره النادي الاهلي. وانا كنت بشوف ان القرار ده لو كان قبل ماتش سان داونز كان زمان النهارده الاهلي بيلعب في النهائي. اسمع مني، عارف انا بقول لك ايه، واحنا قلنا الكلام ده. عماد النحاس، قوه عماد النحاس رجع شخصيه النادي الاهلي. لعيب، مدرب واقف واثق، مدرب مش متوتر، مدرب واقف على الخط في الدقيقه 94 هو متعادل 1-1 ومع ذلك ما عندوش اي مشكله، بيلعب، بيأمن، مظابط الدنيا، ظابط نص الملعب. هوب راح ضاغط بقفشه وعمرو السوليه. لو كولر مكانه عمره ما هيعمل ده. قفشه وعمرو السوليه، ونزل وسام ابو علي وضغط بكل الفريق، شويه من اليمين شويه من الشمال، شغل عالي. ده الفكر بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي ما ينفعش يلعب ورا الكوره، النادي الاهلي ما ينفعش يقف يركن الاتوبيس ويدافع، لا الاهلي محتاج ان هو يكسب. انا محتاج ان انا اكسب، بضغط بكل ما عندي، بضغط، بامن، بجيب جول والتاني. اي نعم تراجع شويه لان بامانه طارق مصطفى مدرب عالي جدا وعامل فريق قوي. البنك الاهلي النهارده في كل وقت تحس ان هو خطير، عنده لعيبه ممكن تخلص لك في اي وقت. واسامه فيصل لعيب عالي جدا، يا النور، احمد مدبولي، لا عنده لعيبه، عنده كواليتي، محمد ابراهيم عنده لعيبه عاليه جدا تخاف منهم، لعيبه تقدر تعمل لك الفرق. ولكن النادي الاهلي النهارده
مصطفى العش وياسر ابراهيم الاثنين عاليين قوي 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 بجد. مصطفى العش لعيب عنده كوره، لعيب فاهم، لعيب سريع، لعيب بيضغط، لعيب بيطلع عارف يطلع بالكوره كويس جدا. ياسر ابراهيم بيقدم موسم قوي جدا، ما لعبش في اول الموسم ولكن مفنش الموسم على اداء ولا اروع. بيطلع لك كوره من على خط ال 18 الماتش، من على خط الجول الماتش اللي فات، والنهارده بيصنع لك الهدف اللي انت فزت بيه. وسام ابو علي بيرجع بقى، وسام ابو علي بيجيب شخصيته. وسام ابو علي من اول الماتش لو شفته هو نازل في لقطه وهم نازلين في اول الماتش خالص وهو نازل ماسك التيشيرت عمال يلف لا عنده حماس، عنده بدائي، عايز يخلص. اول ما جاب الجول قلع التيشيرت وجري احتفل مع الجمهور. هو ده حماس النادي الاهلي، هي دي فريق، هو ده فريق النادي الاهلي، هو دي اللعيبه. احنا عايزين اللعيبه النهارده. امام عاشور بيعمل سبرنت وبياخد واحد والتاني وبيرفع الكوره بوش رجليه بره مفيش مشكله، ولكن عنده الحميه. النهارده هو بيطلع متضايق، هو عايز يكسب، هو عايز يروح، عايز ياخد الدوري. النهارده الاهلي هي دي شخصيه النادي الاهلي، هو ده اللي عمله عماد النحاس. حط الاوراق في مكانها، ظبط الملعب، رجع شخصيه النادي الاهلي بقى. هو ده النادي الاهلي بقى، قادر يكسب الدوري بمنتهى السهوله. اي نعم النهارده الماتش كان صعب ولكن خلاص احنا كلنا عارفين ان خلاص طالما بدا يدبدب ورا بيراميدز وقع خلاص، طلع ركب خلاص، انسى مش هينزل. النادي الاهلي هي دي شخصيته وهي دي قوه النادي الاهلي. فاضل مباراه ناخد منها الثلاث نقط ويبقى كده يا جماعه احنا خلصنا. نبدا بقى نفكر كل تركيزنا في كاس العالم للانديه. ولكن النادي الاهلي لازم يفكر في حاجه، الدفاع يا جماعه، الدفاع والباك شمال، الدفاع والباك شمال، الدفاع والباك شمال، محتاجين كذا لعيبه. انت محتاج تعمل لاعبين ثلاثه باقل حاجه، 2 مدافعين وباك شمال قوي جدا. محمد حمدي بتاع الزمالك لا ما ينفعش، احنا عايزين باك شمال قوي. ممكن محمد شكري، ممكن تجيب واحد اجنبي. لازم تتصرف، لازم تحل المشكله دي. لازم محتاج 2 مساكين مع ياسر ابراهيم ومع مصطفى العش، لان رامي ربيعه غالبا راح بيراميدز، فخلاص احنا محتاجين 2 مساكين يكونوا اقوياء جدا في الحته دي، ومحتاجين باك شمال جنب كريم الدبيس. ولو علي معلول مشي يبقى الاثنين موجودين كويس جدا، وعمر كمال عبد الواحد بعد بيلعبها. لكن انت محتاج الحته دي، محتاج تقوي الحته دي جدا. غير كده الفريق كله في امان. نشوفكم بقى واحنا بنحتفل بالدوري الماتش الجاي ان شاء الله. سلام.